اتشو شاب غلبان والحياة دايما جاية عليه ازيك يا صديقي، ولكن ومع ان كل الظروف والناس اللي كانوا ضده لانه الوحيد اللي اتولد من غير قوة سحرية. بس الصدمة بقى ان معاه اقوى نظام سحري بيجمع نقاط من صيد الوحوش والسيطرة عليها. فيا ترى بقى بطلنا هيقدر يستفيد من قوة النظام ده؟ وهل هيقدر يسيطر على كل الشياطين وينتقم من كل المتنمرين؟ ولا هيفضل زي ما هو غير قادر على إثبات مكانته وسط الناس؟ ده بقى بالظبط اللي هنعرفه دلوقتي يا صديقي الملك. بس يا ريت الأول تذكر الله وتصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارزع بقى اللايك الجميل بتاعك وتعال اقولك الحكاية بدأت ازاي يا صديقي. بتبدأ قصتنا ان النظام بيحذر بطلنا تشو، وده لانه اتأخر عن السداد لمدة 18 سنة و20 يوم، والنظام خلاص هيقفل خلال نص ساعة بس. فبطلنا بقى بيقول حظي وحش من انا وعندي 18 سنة، رحت العالم كله شياطين واشباح، وحتى بعد ما اكتسبت نظام عايزني انضف عالم الشياطين واخد فلوس علشان اشغله. ده غير اني لسه ما صحتش موهبتي، والمفروض ان النظام هو اللي يساعدني على كده. بعد كده بقى وفي الوقت ده مكتب طرد الارواح الشريرة بيبلغهم عن شيطان الكنز واللي هي الجدة كاي، وان هي في شارع السنترال دلوقتي، والشيطان بيضحك على الناس وبيديهم فلوس كطعم، وده بس علشان ياكلهم. فبيفكر تشو ان شيطان الكنز ممكن يخلص عليه بضربة واحدة، ولكن هي كده او كده خسرانة، فلازم يجازف لانه ما قداموش حل تاني. بس في نفس الوقت الجدة كاي شبح الكنز بتكون معاها سلة فلوس، وساعتها بقى طاردي الارواح الشريرة بيفكروا ان هي غلبانة وفاكرين ان هي بتصطاد اهداف محددة بس مش بشكل عشوائي، ولو ما لقيتش الهدف المفروض ان هي بتمشي. بس فجأة بقى بيظهر تشو واللي بيجري بسرعة وبيخطف سلة الفلوس. يخرب بيت قلبك يا راجل. بس ساعتها بقى بتتحول الجدة كاي لشيطان مخيف وبتطارد تشو، بس في اللحظة دي بيستخدم تشو سلة الفلوس، وساعتها بيعيد شحن النظام، وكمان بيبقى معاه رصيد 3500 عملة. بس ساعتها بقى بنشوف هالة كبيرة من لعنة الضوء حوالين بطلنا، واللي بحركة واحدة بس بيستخدم قوة إزالة الشياطين. فهنا بقى بيظهر هالة كبيرة جدا من الضوء واللي بيقدر بيها يدمر شيطان الكنز خالص. بعد كده بقى وفجأة بيتصل عليه تشانغ صاحبه في الأكاديمية، وبيبلغوا إن النهاردة هيروحوا المكان المحاكمة علشان يصحوا موهبتهم هناك. بس ساعتها بقى طاردي الأرواح الشريرة بيتفاجئوا إن الجدة كاي هي اللي صرخت بدل تشو، فبيجروا يشوفوا إيه اللي حصل. بس هناك بقى بيتفاجئوا إن الجدة كاي تشو خلص عليها، ووقتها بقى بيقولوا معقول في خبير زي كده في هاي تشينج، وبيقرروا يدوروا عليه علشان يجيبوه مكتب طرد الارواح الشريره. بعد كده بقى وفي الاكاديميه المدير دايكاي بيبلغهم ان هم هيروحوا لحقل اشباح بره المدينه علشان المحاكمه، وفي الوقت ده تشو بيكون واقف مع صاحبه تشانغ. بس ساعتها بقى زميلهم كاي بيجي يتنمر عليهم وبيقول على تشو انه فقير وملوش لازمه، ده غير بقى ان ما عندوش موهبه، وبيفضل بقى يدعي بنفسه انه اتدرب على ايد مدربين مخصوص علشان يصحي موهبه قويه. بس في اللحظه دي تشو بيقول لنفسه كاي كان عنده حق لاني يتيم، ولولا ان مدير دار الايتام وصى عليا الكليه ما كنتش هدخلها. بعد كده بقى بيحاول كاي يخوفهم وبيطلع لهم وحش شيطاني، فالكل بينبهر بيه، ولكن بطلنا ولا بيهمه الكلام ده. وبعد كده بقى بتوصل زميلتهم جين واللي بتقول لتشو يا ترى بقى وافقتي اني اكون السيده بتاعتك ولا ايه؟ فبيرفض تشو وبيقول لنفسه من اول ما دخلت الكليه دي وهي عماله تطلب مني ابقى عبد ليها. بعد كده بقى بتقول له جين وافق على العرض بتاعي وانا هساعدك تصحي موهبه قويه زي كاي بالظبط. بس بيقول لها تشو انا اقدر اصحي موهبه قويه من غيرك عادي، وبتسيبه وبتمشي. بس ساعتها بقى كاي بيتضايق وبيحذر تشو ما يقربش من جين خالص. بعد كده بقى بيركبوا الاتوبيس علشان يروحوا المكان الصحوه، وساعتها بيطلب منهم المدير ما يخافوش لان هم هيقابلوا الشيطان الاسطوري. بعد كده بقى بيخرجوا من باب المدينه المضيء واللي بيكون فيه كتير من الدوائر اللي بتكشف الاشباح علشان يمنعها بس تدخل الاشباح العاديه، والشياطين اللي موهوبه زي شيطان الكنز بيقدروا يعدوا عادي. بعد كده بقى وفي الطريق بيتفاجئوا بعدد كبير جدا من بالونات راس الوحوش، فبتقرب بالونه من الاتوبيس وساعتها بقى بيظهر شيطان. فهنا بقى بيخاف كل الطلبة، بس وقتها المدرسين بيطلبوا منهم يهدوا وما يبصوش من الشبابيك خالص. بعد كده بقى وفجأة بتظهر زي دوامة كده منورة وفيها ألوانات كتير بتأثر عليهم، وهنا بقى بيظهر الشيطان الأسطوري واللي بيقول لهم
انا الشيطان المسؤول عن تجربة صحوتكم المرة دي. هنا بقى بيتفاجئ الكل، وساعتها بقى الشيطان الاسطوري ده بيقول لتشو انت شفت دلوقتي بالون رأس الوحش، ورغم كده انت الوحيد اللي ما خفتش خالص. انا مستني اشوف ادائك هيبقى عامل ازاي. بس هنا بقى بيبدأ الكل يتريق ويتنمر، فبيقول تشو لنفسه عنده حق، في مواجهة الشياطين ما بخافش وبكون اهدى من الناس العادية. بعد كده بقى بيفضل تشو يبص من شباك الاتوبيس، بس وقتها بقى تشانج بيحذره، ولكن بيطمنه تشو وبيقول له ما تقلقش، وبيقول لنفسه في احتمال واحد بس ان قوتي العقلية تكون اقوى من الناس العادية، يمكن مثلا بسبب مميزاتي كمهاجر. بعد كده بقى بيوصلوا المكان، وهناك المدير بيقول لهم هو ده مكان الصحوة بتاعتكم، من 50 سنة كان اتحول لسجن. فهنا بقى بيشوفوا شيطان من ورا الشباك، وساعتها الكل بيخاف. بس وقتها بقى تشو بيقول لنفسه في العالم ده الشيطان أهم من أي حاجة تانية، بس برضه مش لازم استسلم خالص. بعد كده بقى بيقول الشيطان الأسطوري خلوني أفكركم إن القواعد فوق كل حاجة، يعني محدش يكسر أي قاعدة أبدا مهما حصل. تاني حاجة قلب الإنسان ممكن يكون مرعب أكتر من الشيطان نفسه. بعد كده بقى بيبلغوهم إن مهمتهم هتكون كموظف في المستشفى لمدة 3 أيام، ده غير بقى المهام العشوائية، ومطلوب منهم ينفذوا طلبات المرضى الشياطين هو اللي هياكلوهم. بعد كده بقى بيفكروهم ان هم لازم يصحوا مهن قوية، وده علشان يقدروا ينجزوا المهام الجانبية العشوائية، لان هي اللي هتكون اصعب حاجة. بعد كده بقى النظام بيقدم له 3 اختيارات علشان تساعده، واللي منهم لعنة الضوء الذهبي، واللي بيكون استهلاكها مرة واحدة بس، وتاني حاجة التمرد الطبيعي، والتالتة بقى مجهولة ومحدش يعرفها. فبيختار التمرد الطبيعي لانه بيشوف انه يقدر يستخدمه لمدة يوم كامل. بس في اللحظة دي النظام بيديله مكافأة. وقتها بقى بيتفاجئ تشو بيقول لنفسه النظام ده غريب قوي، ازاي بتكافئ على حاجة اخترتها بس. بعد كده بقى بيشوف تشو المكونات الإضافية اللي موجودة في المركز التجاري، بس فجأة بيظهر شبح الممرضة الرئيسية واللي بتقول له أهلا بيك في مستشفى صن، أنا الممرضة الرئيسية هنا. وساعتها بقى باقي الطلبة بيكونوا مبهورين بالممرضة الشبح، فبتقول لهم الممرضة واضح إن الممرضات اللي جم المرة دي كلهم لحمة طازة ولسه صغيرين. وفي الوقت ده تشانج صاحب تشو بينجذب لمظهرها المميز، بس فجأة بقى بتتحول لشيطان، وساعتها بتقول لهم بسنانها المخيفة واضح ان انتم لسه ما تعرفوش انتوا داخلين على ايه بالظبط، وشكله كده يوم مش معدي. في اللحظة دي بقى الكل بيخاف، وصاحبه تشانج بيترعب وبيقول انا عايز اروح البيت، احنا كده هنموت هنا. بس وقتها بقى شبح الممرضة بتقول له لولا ان في قواعد كان زماني اكلتك، انا بصراحة عايز اكلكم كلكم. وبحركة واحدة بس من ايديها بتديهم بطاقات هوية، وهنا بتقول لهم بطاقة الشغل اللي على صدر كل واحد فيكم فيها وظيفته النهاردة، اتمنى ان كل واحد فيكم يشتغل كويس والا مش هيحصل له كويس. بس ساعتها بقى بطاقة شغل تشو بتكون فاضية وما فيهاش اي مهنة خالص. ساعتها بقى بيتضايق الكل، وهنا شبح الممرضة بتقول لتشو واضح ان انت محظوظ ببطاقة شغلك اللي فاضية، يعني انت كده مش محتاج تشتغل النهاردة. بس هنا بقى بيغل زمايله وبيقولوا ازاي الفقير ده يبقى محظوظ قوي كده، ولكن تشو بيتضايق وبيقول هي ايه الحياة اللي ملهاش معنى دي؟ ليه الكل عنده وظيفة وانا اللي لازم ارتاح؟ ده مش عدل ابدا. هو انتم شايفيني بعرج ولا مش قادر اشتغل؟ انا لازم اشتغل. وساعتها بقى بينصدم الكل، وهنا بقى النظام بيقول له اخدت قرار متمرد، وعلشان كده هتاخد حصانة ضد 3 هجمات غريبة. فساعتها بقى بيتفاجئ تشو وبيقول لنفسه المهارة دي قوية جدا. وهنا بقى الممرضة الشبح بتقول له انت كده بتخالف القواعد وكده اقدر اكلك في اي وقت. بعد كده بقى بتطلع لسانها الطويل ولسه بتقربوا من تشو، فبيتفاجئ الكل وبيفرحوا في تشو، ولكن تشو بيواجه شبح الممرضة بكل قوة وبيمسك لسانها وما بيخافش منها خالص. فبيقول له النظام انه قدر يصد اول هجوم غريب وفاضل له مرتين. هنا بقى بينصدم الكل وان ازاي تشو قدر يمنع الهجوم من شبح الممرضة، وبيقولوا يا ترى ايه اللي بيحصل، مش هو كمان ما صحاش موهبته زينا؟ وهنا بقى شبح الممرضة بتقول لتشو تقدر تبقى ممرض وتخلي بالك من المرضى اللي في الدور اللي فوق، ما انا مش هسيبك تخرج من هنا الا وانت مبسوط كده عداني العيب. فساعتها بقى الكل بيستغرب ان ازاي الممرضة بتتعامل مع تشو بالطريقة دي وبتحاول تديله اي فرصة. بعد كده بقى وفي الوقت ده واحد من زمايلهم بيقول خلونا نخلص المهمة دي، احنا قدامنا 3 ايام بس ومش لازم نضيع وقت. وفي نفس الوقت تشو بيقول لزميله تشانج
انت دلوقتي صيدلي، ايه رأيك نروح الصيدلية الاول؟ بس ساعتها بقى بيوقفوا واحد من زمايلهم وبيقولوا انت ازاي قدرت تصد هجوم شبح الممرضة؟ يا ترى انت جايب معاك اي ادوات غريبة؟ فبيرد تشو بيقول له هو انا حتى لو عامل كده ليه لازم اقول لك انت مالك؟ فبيمسك زميلهم في رقبة تشو وبيقول له تصدق ولا ما تصدقش، انا هخلص عليك دلوقتي، وده سجن، يعني انك تخلص على حد اسهل من ان انت تدوس على نملة. فبيرد تشو بيقول له انا مش معايا اي ادوات، وشبح الممرضة ما هاجمتنيش علشان خالفت القواعد اصلا، هم قالوا ان احنا لازم نلبي احتياجات كل المرضى، والممرضة الرئيسية مش هي المريض، فانا كده ما غلطتش في القواعد خالص. ساعتها بقى زميله بيسيبه وبيقول له كنت عارف ان انت ما معكش اي ادوات، بس برضه كان لازم اعلم عليك. بعد كده بقى وفي اللحظه دي واحد من زمايلهم بيأمر تشو بانه يروح يدور على مكان علشان زعيمهم يستريح فيه، بس ساعتها بقى شبح الممرضه بتهاجمه بلسانها، بتخترق جسمه وبتقول له مين اللي عايز يستريح وينام هنا؟ فساعتها بقى الكل بيجري بعيد وبتقول لزميلهم دور على شغلتك الخاصه، وبعد ما تكمل المهمة أنا هتأكد من إني هموتك بنفسي. وساعتها بقى وفي الوقت ده تشانج بيقول لتشو يلا بينا خلينا نروح الصيدلية، ممكن نكون متأخرين على المريض اللي هناك. فبيقول له تشو أنا هروح أوضة العمليات الأول هشوف كده شوية معدات، ومجرد ما بيدخلوا بيتفاجئوا بجثث متعلقة في كل مكان. فبيقول تشانج ازاي الصيدلي هيقدر يشتغل في مكان زي ده؟ فبيرد تشو بيقول له هو انت فاكرنا بنشتغل فين؟ فاكرهم هيقولوا لك اقعد في المكتب؟ وساعتها بقى بياخد تشو مقص جراحي واللي كان موجود في راس مريض من المرضى، وساعتها بقى تشو بيقول لنفسه مفيش اي ردة فعل، واضح انه مقص جراحي عادي. في اللحظة دي بقى بيتفاجئ تشانج وبيقول له انت بتعمل ايه؟ قالوا لنا في الكلية ان انت ما ينفعش تلمس اي حاجة، استنى ما تحركهاش من مكانها، معظم الاشباح دي ذكور طفيلية وممكن يبقى ليهم شياطين، صدقني دول هيبقوا خطر جدا. وبالفعل وفجأة بيظهر شيطان ولسه بيهجم على تشو، بس ساعتها بقى النظام بيصد الهجوم الغريب بنجاح للمرة التانية، فبيفرح تشو. بعد كده بقى بيلاقي تشو دولاب أدوية، وساعتها بقى بيقول واضح إن إحنا محتاجين لمفتاح علشان نلاقي القفل، وبعدها بيقول لتشانج لو معاك مفتاح خزنة الدواء دي هاتلي الدواء. بعد كده بقى بيطلع تشو يشوف المريض اللي في الطابق العلوي، فبيتفاجئ إن المرضى الأشباح بيبهدلوا التلاميذ اللي بيعصوا أوامرهم. وهنا بقى تشو بيقول لنفسه واضح ان المرضى الاشباح دول حاجه صعبه جدا. بعد كده بقى بيلاقي تشو ان المريض بتاعه في الغرفه رقم 404، وهناك بقى بيتفاجئ براجل عجوز بيقول له ساعدني طالما انت هنا. فبيتفاجئ تشو وبيقول لنفسه هو الشبح ده مش قادر يتحرك ولا ايه؟ في الوقت ده بقى الموجه والمعلمين والشيطان الاسطوري بيتساءلوا ايه اللي بيحصل، وبيقول المدير ديكان الشباب دول أول مرة يروحوا للجحيم وأتمنى يخرجوا على خير من هناك. في اللحظة دي بقى مراسلة مكتب طرد الأرواح الشريرة تانج ووي بتقول له أنا حابة أختار شوية طلاب متميزين وناخد لقطة معاهم كده كمثال نموذجي لتعزيز الثقة بالنفس عند البشر علشان يكافحوا الأشباح. فبيقول لها المدير ديكان أنت عندك حق، في كلية هايتشينج احنا معروفين ان معظم طلابنا متميزين، والناس اللي زي جين زي وكاي ممتازين جدا ومن الدرجة الاولى، واكيد هيقدروا ينهوا المهمة دي ويصحوا قدرات قوية لمواجهة الارواح. فبتطلب منه تانج ينقل لهم بس مباشر لفيديوهات محاكمة الطلبة، بس ساعتها بقى الشيطان الاسطوري بيذكر لهم اسم تشو، فبتسأله المذيعة تانج وبتقول له انت بتقول ايه؟ فساعتها بقى الشيطان الاسطوري ده بيقول لها انا بقترح ان انتوا تراجعوا محاكمة تشو لان الطالب ده موهوب جدا وانا قابلته قبل كده ومستني اشوف هيعمل ايه بالظبط. بعد كده بقى وفعلا المذيعه تانج بتعلن ان هي هتعرض محاكمه تشو، ومجرد ما المدير دي كان بيشغل البث المباشر بيتصدموا بالمستوى اللي وصل له تشو، وبيقول المدير ازاي تشو قريب قوي كده من الاشباح، المفروض ما يقربش منهم خالص، ده مخالف خالص لمبدأ السلامه. وهنا بقى المذيعه تانج بتسأل الشيطان الاسطوري وبتقول له هو انت متأكد فعلا ان الشاب ده كويس؟ لان شكله كده متهور جدا. بس في الوقت ده تشو بيكون ساعد الشبح العجوز في الغرفة 404، فبيشكره الشبح وبيقول له أنا عايز أتكلم مع مراتي دلوقتي. وفي اللحظة دي بيقول الشبح العجوز لنفسه مش ممكن أسيبك تهرب، أنا لازم أنا ومراتي ناكلك سوا. بعد كده بقى الشبح العجوز بيمسك تشو، ولكن تشو بيشد العكاز اللي بيسند عليه الشبح العجوز، وفي نفس اللحظة النظام بيبلغ تشو إنه أخد قرار متمرد، بس المرة دي بقى المكافأة بتكون عشوائية، وساعتها بياخد
وجبة غدا. وهنا بقى الشبح العجوز بيقول له انت اخدت عكازي رجعهولي دلوقتي. فبيقول له تشو هسألك سؤال واحد ولو جاوبت صح هرجع لك عكازك. فبيقول له الشبح العجوز طب لو الإجابة غلط ايه اللي هيحصل؟ ساعتها بقى تشو بيقول له يبقى هديلك الخطة 8080. بعد كده وفي اللحظة دي بيقول له تشو السؤال كم مرة عيني رمشت فيها النهاردة؟ ولكن العجوز الشبح ما بيعرفش الإجابة. وساعتها بقى تشو بيضربه ضربة حلوة وهي دي بقى الخطة 8080 اللي كان يقصدها. وبيفضل تشو يضربه ضربة ورا التانية. فبيقول له الشبح انت بتعمل ايه؟ انا روح شريرة اديني عكازي. بس ساعتها بقى تشو بيفضل يدوس عليه برجليه. وهنا بقى بينصدم الكل وبيقولوا ازاي طالب جديد واول يوم ليه وبيضرب الشبح بالشكل ده المفروض ان الطلاب الجداد بيخلوا بالهم لما بيقابلوا حاجه زي دي. وقتها بقى الشيطان الاسطوري بيقول تشو الشجاع مش ممكن يخاف من اي حاجه، وبالرغم من ان الشبح ده غريب قوي بس بيعتمد بشكل كبير على العكازات بتاعته، ولولا العكازات دي مش هيقدر يتحرك تقريبا. ده غير ان المطرقه اللي في ايد تشو هي مطرقه خلت الروح الشريره تعيط. فبتتفاجئ تانجو وبتقول هو ازاي ياخد المطرقه من الاول؟ ده اكيد عنده شويه وسائل بتساعده. وفي الوقت ده تشو بيكون خلص على الشبح العجوز، وساعتها بقى روحه بتطلع وبتشكر تشو بتقول له شكرا لانك حررتني بدل ما كنت خلاص هتجنن. في اللحظه دي بقى تشو بيطلب منه يحكي له قصته. فالشبح العجوز بيقول له انا قصتي بسيطه خالص، انا كنت جندي ورجلي اتصابت فكنت هنا بتعالج، وفجاه كده ظهر حقل اشباح هجموا عليا واتحبست هنا، بس الحبس كان مخيف. وقبل ما اموت تماما انا عايز ادي كل حاجتي لمراتي، يا ترى تقدر تحقق لي رغبتي دي؟ وبتكون المهمه دي مهمه جانبيه، وهنا بيبلغوه ان اول مهمه جانبيه ليه هي تحقيق رغبه المريض الاخيره. فبتتفاجئ تانجو وبتقول ازاي مهمه جانبيه بسرعه كده؟ المهام الجانبيه دي بتجيب لهم مكافآت كبيره وبتساعدهم يطوروا مهارات اقوى. وساعتها بقى المدير دي كان بيقول المهام الجانبيه بتكون اخطر من المهام العاديه، ودلوقتي اكيد هيكون في رد فعل. وبالنسبة لمهمته كده لسه قدامه 3 أيام فيقدر ينجزها براحته. وفي الوقت ده تشو بيقول للشبح العجوز انا اقدر اعمل لك اللي انت عايزه بس ازاي؟ فبيقول له الشبح العجوز ادي لمراتي صندوق الشوكولاته اللي موجود في الدرج هناك. وساعتها بقى بيباركوله لانه استلم ورث المريض، وبيبلغوه ان الصندوق ده فيه قنبله يدويه كتذكار لجندي. وهنا بقى العجوز بيطلب منه يسلم الصندوق في الدور اللي تحته وبالتحديد في الغرفه رقم 204. وبعد كده بقى الشبح العجوز بيقول لنفسه زوجتي العزيزه دي هديتي الاخيره ليكي اتمنى تعجبك. بعد كده بقى وفي طريق تشو علشان يوصل لزوجة شبح العجوز في شبح بيحاول يخوفه، ولكن تشو ولا بيهمه الكلام ده خالص، بيبعده بايده وبيوصل لغرفة 204. وساعتها بقى بتفتح له شبح عجوزة فبيسلمها تشو الصندوق كساعي بريد وبيطلب منها تمديله بالاستلام. بس فجأة بقى الشبح العجوزة بتقول لنفسها انت جيت في الوقت المناسب انا جعانة قوي. وساعتها بقى عينيها بتكون كلها شر. وهنا تشو بيدخل لها ومجرد ما تشو بيضرب الصندوق القنبله اليدويه بتنفجر في الشبح العجوز. وفي اللحظه دي بقى تشو بيقول واضح ان الاسلحه اللي بتولع مش فعاله قوي مع الاشباح. فبتتفاجئ المذيعه تانج وبتقول هو ايه اللي بيحصل؟ هو ليه كان شايل معاه قنبله يدويه؟ ولكن المدير دي كان بيكون مبهور وبيقول طريقته في طرد الارواح الشريره الجسديه حلوه قوي. فبيقول الشيطان الاسطوري تشو خد القنبله من المريض الاخير ومفيش حد هيستخدم حاجه متفجره علشان يثير غضب الاشباح. بس ازاي تشو قدر يعرف ان القنابل اليدويه ما بتاثرش على الاشباح رغم ان كل اللي هنا تلاميذ جديده مش قديمه خالص؟ بعد كده بقى بنرجع لتشو اللي بيهدد الشبح العجوز بانه ممكن يستخدم المطرقه. فبتحاول العجوز تهرب ولكن تشو بيقدر يمسكها. بعد كده وفي الوقت ده تشو بيكون عمال يجرجرها والشبح العجوز بتفضل تستنجد. وساعتها بقى بيتفاجئ باقي الاشباح وبيخافوا وبيطلعوا يجروا منه. وهنا بقى المدرسين والمدير والكل بيكونوا مصدومين وبيقول المدير دي كان ده طرد الاشباح، انا ما شفتش طالب واقعي بالطريقه دي قبل كده. وهنا بقى المذيعه تانج بتقول ده قدر يقتل شبحين بكل سهوله، واضح كده ان التقييم بتاعه هيرتفع بسرعه وهينجح خلال ال3 ايام.
وساعتها بقى هيصحي قدرات قوية جدا. وبيقول الشيطان الأسطوري بس تشو ما قتلش التاني، وبالفعل تشو ما بيكونش قتل الشبح العجوزة، وبيقول لها أنا الممرض بتاعك دلوقتي. فالشبح العجوزة بتقول له لا أنا مش عايزة ممرضين خالص. بس ساعتها بقى تشو بيضربها بالمطرقة، فبيبلغوا النظام إنه استخدم قرار متمرد وبياخد ذاكرة خاصة، ودي بقى هتساعده ضد حيل الأشباح المغرية. وبالفعل تشو بياخد الشبح العجوزة للصيدلي، وكل ما بترفض تسمع كلامه بيضربها تشو بالمطرقة اللي معاها. وساعتها بقى الواد تشانج بيكون قاعد في الصيدلية مرعوب، فبيتفاجئ بتشو داخل عليه بشبح وبيرميها له وبيقول له دي ملكك دلوقتي. فبيخاف تشانج والأشباح نفسها بتخاف. وفي الوقت ده بقى تشو بيسأل تشانج لو لقى المفتاح، بس تشانج بيكون لسه ملقاش حاجة. فعلى طول بتظهر مهمة جانبية لتشانج، وإنه لازم يعالج الشبح العجوزة المصابة في الجناح 204. فبيفهم تشو إن المهمة الجانبية دي علشان ياخد المفتاح، وهنا بقى بيبلغوه إنه لو محتاج يستخدم الدواء اللي في الخزنة لازم يلاقي المفتاح، والمفتاح دلوقتي مع الممرضة الرئيسية. وساعتها بقى تشو بيطلب من الشبح العجوزة تاخده للممرضة الرئيسية، ولكنها بتكون خايفة لأن المدير موجود دلوقتي. بعد كده وفي الطريق تشو بيسألها إيه هو اللي مرعب أكتر من الممرضة الرئيسية، فبتقول له الشبح العجوزة إن الطباخ هو أعنف وأقوى رعب في المكان. بس ساعتها بقى الكل بيكونوا مستغربين من تشو ومش عارفين هو بيعمل ايه بالظبط. بعد كده بقى بنعرف ان الطباخ ده بيكون شبح خنزير قوي، وبيطلب من التلميذ الطاهي يطبخ اللحمة ويغسل الاطباق، بس بمجرد ما التلميذ بيغلط على طول بيخلص عليه خالص. بعد كده بقى وفي الوقت ده الشبح العجوزة بتحذر تشو بانه ما يقولش ابدا على اكل الطباخ انه مش حلو والا هيغضب منه، وبتنصحهم كمان ما يستفزوش الممرضة الرئيسية ويلتزموا بالقواعد اللي قالت عليها. بس في اللحظة دي تشو بيقرر يدخل لشبح الممرضة وبيسيب صاحبه بره، ولكن صاحبه بيصمم يروح وبيقول له انا عايز اغير حياتي اللي ملهاش قيمة. بعد كده بقى بيدخل تشانج للممرضة الشبح، فعلى طول الباب بيقفل عليه، وساعتها بقى تشانج بيخاف. بس هنا الممرضة الرئيسية بتستقبله، وفي اللحظة دي العجوزة الشبح بتقول لتشو انا اول مرة اشوف حد يدخل للممرضة الرئيسية برجله. فبيغضب تشو وبيضربها ضربة قوية. وفي الوقت ده بقى تشانج بينحني قدامها وبيفضل يترعش من الخوف. وهنا بقى الممرضة الرئيسية بتقول لتشانج قريب قوي العالم ده كله هيقع في الظلام، وساعتها بقى العميد هيجي بنفسه. وفي الوقت ده بقى المعلم تشانج بيكون مطيع جدا وبيسمع كل كلمة بتتقاله كويس قوي. فالممرضة هنا بقى بتعلم عليه وبتسلمه المفتاح. بعد كده بقى بينصدم تشو ان تشانج خارج سليم وكمان مع المفتاح، ومجرد ما بيفتح تشو خزنة الأدوية بيتفاجئ بشبح تشين فانج. وفي اللحظة دي بقى تشو بيقول واضح ان الممرضة الرئيسية ادت لك المفتاح لان هي بس مش قادرة تفتح خزنة الادوية علشان ميتها. بعد كده بقى بيستريحوا بالليل، وساعتها بيبلغوهم ان هم لازم يروحوا المطعم علشان يتعشوا خلال 20 دقيقة بس. وفي الوقت ده الشبح العجوزة بتخدمه وبتوصله للمطعم، فبيقرر تشو يروح يشوف الطباخ الاول. بس ساعتها بقى الشبح العجوزة بتحذره، ولكن تشو ولا بيهمه الكلام ده. بيقرب من المطبخ بس بيتفاجئ بريحة وحشة، وساعتها بقى بيتفاجئ ان الشبح الخنزير بيجبر الاشباح تساعده وبيهددهم انه ممكن يخلص عليهم خالص. بس ساعتها بقى تشو بيقرر انه لازم يخرج الطباخ الاول، فبيستخدم كورة بتطلع ريحة غريبة حاجة كده وحشة جدا، وبتلفت نظر الطباخ الخنزير ده وبتخليه يخرج من المطبخ. ساعتها بقى بيحط تشو مادة على اكل الطباخ، وبيهدد الشبح اللي بتساعد الطباخ ان هي لو قالت اي حاجة هيفضل يضرب فيها لحد ما يخلص عليها. والله يا جماعة الاشباح دول صعبانين عليا، اللي رايح واللي جاي عيني عمال يهدد فيهم. بعد كده بقى الاشباح بيستعدوا علشان ياكلوا، وطبعا معاهم التلاميذ اللي بيخدموهم، والاشباح بيكونوا بيعاملوهم بطريقة وحشة جدا. وده طبعا على عكس تشو خالص، هو اللي الشبح العجوزة بتخدمه بدل ما هو اللي يخدمها. ومش بس كده، ده كمان بتفضل تدلع فيه وبتدلك له جسمه. وساعتها بقى بينصدم الكل وبيفكروا ان ممكن يكون السبب ان الروح اللي بيهتم بيها تشو تكون يعني اضعف من باقي الاشباح، هي يعني لسه غلابة ما يعرفوش اللي فيها. بعد كده بقى وفي نفس الوقت المذيعة تانجي بتتساءل بتقول يا ترى ايه اللي تشو بيحاول يعمله وايه المادة اللي حطها في الاكل. وساعتها بقى الشيطان الاسطوري
بيقول: انا عندي تخمين كده بس مش عارف هو صح ولا لا، لان الولد ده مختلف عن الكل وما عداش عليا زيه قبل كده. يا ترى بقى تشو بيحاول يعمل ايه بالظبط، ويا ترى بيخطط لايه بعد كده؟ بس الاكيد بقى يا صديقي ان عنده قوه مفيش زيها، لانه قادر يعمل حاجات محدش عملها في سنه قبل كده خالص. بس ايه بقى بالظبط اللي تشو هيعمله؟ ده بقى اللي هنشوفه في القسم اللي جاي ان شاء الله يا صديقي الملك. وثواني بس بعد اذنك يا صديقي ركز معايا كويس. طبعا كلنا عارفين قناتنا الاولى والاساسيه ملك الانمي. عايز اقول لك احنا دلوقتي يعتبر 90,000 يا صديقي، ففاضل على الحلو تكه ان شاء الله. يعني خلاص قربنا من 100,000 اخ واخت هناك يا صديقي. فعايز اقول لك ان دعمك هناك هيفرق قوي قوي معايا يا صديقي. هسيب لك بقى الرابط في التعليق المثبت ده لو اساسا القناه مش معاك. روح بقى هناك وصلنا ل 100,000 يا صديقي الملك. ويا ريت ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.